السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناة حكاياتكم. اليوم راح نكملوا الجزء الثالث والأخير تاع حكايتنا، وإذا عجبتكم الحكاية ما تنساوش تدعموني للاستمرار في هذا المجال بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لمتابعة جديدنا أول بأول، بلا ما تنساو تخليوا لي جيم على الفيديو وتعليقات محفزة. يلا نبداو. كما قلت لكم المرة اللي فاتت، رحت لعند الطبيبة وفوتت لي وحكيت لها حالتي وحالة راجلي، وقلت لها راني خايفة على البيبي. قالت لي وعمامو كيف راهم دايرين؟ قلت لها نورمال. قلت لها بلي يما مرضت على هذيك جابته هو هكذاك. قالت لي ما عندك لا واه تخافي، هذه ماهيش حاجة وراثية، هذه نتيجة وعكة صحية. مثلا واحد كيضربو لا طونسيون ولا تضربك انتي ولا تضرب الجنين، بعيد الشر من الزعاف. قالت لي قادر يصرالو كيما هك. قالت لي روحي وكوني هانيه وما تخافيش، وعطاتني رونديفو من على شهر وفهمتني كامل واش ندير. ريحتني هاد الطبيبه. رجعت للدار زدت بت هذيك الليله، بت انا وزاهره مجمعين. ربي ما عطانيش صح اخت، بصح عطاني مرت اخ وقفت معايا في كلش، تنصح فيا وهضره تجيب هضره. وقالت لي باباك راهو ندمان بزاف، وتخيلوا ملي رحت ليه تلاقيته مره ما زدتش حوست عليه. نفس الشيء مع خاوتي، ملي رحت وهما يقضيو واش من ماكله واش من سقايط ليسونسيال. الصباح عيطت لمحمد وقلت له مور الظهر واحد ديني. تخيلوا يا البنات بديت مقلقه، ما تامنوش ريسانكم. المهم حابه غير نرجع لداري. في دارنا نضريت وبديت نشوف في واحد الصوالح النورمال. جاب طاكسي راجلي وجا، ومسكين ما حبش يخرج من الطاكسي حشم، على خاطر كنت نسكن في حومه غير تاع قرعيج. عيط لي غير في التليفون، قلت له يسموك تهبط وتجي. دخلتو لدارنا وخرج قدامي وانا خارجه مع يما وزهيره. يوصلوا فيا عند الباب، جبدت يما 300 الف وجات تمدهم لي. هربت يدي وقلت لها والله ما تتبعني، ما تكلحونيش بالدراهم، كون جيت صح نهمكم. ما خلاتنيش زهيره نكمل الهضره. قالت لي هان علي الشيطانه ليلى. قالت لي يما تاع باباك هما اللي مدهم لك. قلت لها والله ما نديها وما تخليونيش نعاود نجبد الماضي. ليسونسيال خرجت وروحت للدار. رحت ولقيت عجوزتي برا في القوايل ما ترقدش، خلاص تظل هامله برا. بست راسها وجيت فايته. قالت لي واش قالت لك الطبيبه يا لطيف؟ وهذه وين عرفت؟ وشكون قال لها؟ قلت لها ايه راني بالحمل. وقالت لي حرزي. ما خلاتنيش نكمل هضرتي يا خواتاتي. قالت لي روحي خلاص، عرفنا باللي هذيك الهضره تاع ما تعبيش روحك وما تزعفيش روحك. المهم دخلت لشومبرتي ونحيت حجابي وبقيت نفرغ في كابتي اللي ديت فيها قشي. وكي جيت نطبق ونرجع قشي في الخزانه لقيت الدعوه النورمال مقلبين في حوايجي. وقلت بالك محمد رجع للخزانه. خرجت عيطت له سقسيته، قال لي ايه انا، بصح شكيت باللي هو غير ما بغاش المشاكل، بصح بقات في قلبي. وبقيت نهضر معاه حتى صونا التليفون. عرفتها باللي زهيره مرت خويا وما كانش اللي يعيط لي من خلافها. قلت بالك اش ما نسيت عندهم ولا. انا رفدت وهي تهضر وتلهف. قالت لي ليلى يمينه. قلبي حبس، جمت وعيني تشرعوا. قالت لي يمينه جات للدار، خلات وفشلوا ركايبي. قلت لها قالت لي جات حالتها تشف. انا ما قدرتش نهضر وقدام محمد بعد ما لقيتش واش نقول لها. قلت لها ايه وين راهي؟ قالت لي جات وما لقيت حتى واحد في دارهم. يما حوزتها وغلقت عليها الباب، ومن بعد جات عندنا تبكي وتحوس عليك. بديت نفيبري وحدي. قالت لي ويماك بهدلتها وقالت لها انت السبب واش صرا لبنتي. وقالت لنا عيطوا لي الليله نطلب منها السماح وتبكي بالشاقه. قلت لها وين راهي درك؟ قالت لي راحت. زدت هبلت انا بالقلقه، باينه تسقسي عليا وتجي عندي تبهدلني قدام الناس داري. يا ربي واش هذا المشكل؟ خطرات المشاكل يجيوك هكذاك وصاهي. قال لي محمد واش بيكي؟ قلت له لا ما كان والو، جده برك راهي مريضه شويه. قال لي يا اخي كنتي لثم. قلت له ايه كانت مريضه وزاد عليها الحال. المهم بدلت له السوجي وبقيت غير نخمم الى سقسات عليا ولا لا. وجات عندي تقضي عليا هاد الخطره وتقتلني للمره الثانيه. عاودت عيطت لزهيره وقلت لها فوتي لي يما. قلت لي يما شوفي نقول لكم حاجه، والله وتجي عندي غير نقتل روحي، نتوما سبابي. قالت لي يما ما تجي ما والو. قلت لها راني قلت لكم مانيش مستعده باه نبقى ضحك بين السلافات. قالت لي ياك راجلك راهو عارف. صدمت. قلت لها قالت لي ايه راهو عارف. طاحت الدمعه وحدها. قلت لها يسمح حتى هو داني على جال مشكل فيا. سكت. قلت لها حرام عليكم ما نسمح لكمش. كبيت عليها وبقيت قاعده ونخمم انا على حياتي هكذا. داك الليل بالتحيه نستنى غير فيها تجي عندي. ما قدتش بت نتقلب. الغدوه من داك كانت دالتي تاع القهوه ونضت نطيب وساهيه ومانيش كامل حاسيه روحي. ناضت ساره دير في الحليب لوليدها وكنت واقفه مع السله. جات تدي مغرف ولا ما على باليش
واش راح دير، كي شغل دزتني طبعتني ومن الزعاف نرفد الكاسرونه هذيك تاع الحليب ونخبطها للصدر. عيطت عيطه وحده طاحت للفم وقعدت تبكي. ومع الصباح ناضوا كامل يتجاراو، بقاو ينوضوا فيها وانا واقفه في بلاصتي من الخلعه والزعاف، وبقاو حتى هما مخلوعين. جا راجلها يجري قالها وش بيك وش كاين؟ هي ناضت تعيط وتقول له اي ضربتني قدم ليا. قلت له ما تقدمش ليا والله وتقدم ليا. هو حل عيني فيا مع هو جايب شويه صحته. خفت يا خواتاتي. جا محمد مسكين يعرج، جا وقف في وسطنا. اي راجل صار طبعه وطاح، ويا نهار شفتو طاح ما وليتش نفرز. حقروه غاضني مسكين. درت هك وهك ونصيب موس قدامي حطيته له عند فمه وقلت له والله نقتلك يا الحقار. تحقر واحد ما هوش قادر يمشي. حتى دخل شيخي قال لي ليلى حبسنا كامل كيما رانا. خرج راجل ساره وقال لي درك تخملي قشك وعيطي لبابا كي يجي يديك وكي تترباي ارواحي. هي في حقيقه الامر انا انفعلت شويه وتقلقت الغالب وما كنتش في حالي. انضريت بزاف، بقيت نشوف فيه ونشوف في محمد ونستنى فيه يهدر. جاي يهدر معاه قال له بلع نتايا كون ربطها من الاول ما يصرالهاش هك. قال لي الظهر بربي ما نصيبكش هنا. رحت لشومبرتي ولحقتني حميده وبديت نبكي ونقول لهم حقرتوني وهي تصبر فيا. قالت لي ما ديري والو يما راهي معاه برا تهضر معاه. المهم رحنا نتصنتو. سمعتها تقول له وين تروح هناك تعرف الكناين يدابزوا ويرجعوا وزيد كي تروح شكون اللي تغسل محمد؟ هي نورمالمون الحق تعرف هي اللي راهي رفداتو. وزيد ساره ثاني ماهيش سهله. قال لها قلت لك ترفد قشها يعني ترفد قشها وتروح. قالت له يا ودي الطفله راهي بالكرش ولوحم اللي راهو يدير لها كيما هك. ايا سكتو. قال لها مالا فهميها هذه المره الاخرى تاعها. شفتوا وين وصلنا على زينهم ويزيد يشرطوا عليا وباغيين يحاوزوني ولات حياتي كيما البالو اللي يجي تيريني. المهم رجعت للشومبرا نحكي لحميده واش صرا. قالت لي راني مأمناتك. قالت لي بصح نوصيك البلاصه اللي تكون فيها ساره ماذا بك تجبدي روحك منها. فاتت هذيك المشكله بصح كارها حياتي. خانتني صحه راجلي وخانتني ثقه اهلي ولات كل حاجه ضدي. ليسونسيال فاتوا يامات وانا ماليش في حالي. وواحد الخطره من مور العصر صليت وجيت رايحه نحط راسي باه نرتاح شويه. حتى جات عجوزتي قالت لي العين راهي جات نوضي عاوني البنات. نفت على سواد سعدي نعمر في الماء وحنا قاعدين نعمرو حتى جا ولد حماتي يجري ويعيط لجداه ويقول لها اجده واحد المراه راهي برا تحوسه على ليلى. فشلت وطحت في بلاصتي باينه بلي يمينه. خلاص ضاعت حياتي. المشكل كون سامعين بالقصه معليش نورمال ما عنديش على واه نخبي. واحد ماهوش سامع من غير محمد برك بالحكايه. خرجت عجوزتي تشوف وانا الدم ناشف فيا حتى جابتها وجات. دخلت عجوزتي ومعها يمينه. انا ما لقيتش كامل كيفاه ندير. بانيكيت كي شفتها خلعت حاطه غير واحد الخمار على راسها ولابسه جلابه موسخه حاشاكم وبليغه مقطعه. خلعت. المهم كي شفتها درت روحي نعرفها من زمان ولقيتها وقلت لها يمينه حنوتي كي راهي امك ما كيش كامل تجي تطلي عليا. هي ما فهمت والو وسلايفي وحماتاتي بقاو غير يشوفوا. المهم نهضر معها ونغمز فيها باه تفهمني. ما خليتهاش كامل تهضر. قلت لها اربح يا روحي وديتها للشومبره تاعي وغلقت عليها ودمرتها على الخزانه. قلت لها واش جابك هنا واش جاب جدك لهنا؟ بدات تبكي وتشهق. خفت الا يسمعوها. قلت لها سي بون بلعي واش جابك هنا؟ قالت لي خليني نهضر. قلت لها ريحي. درت روحي رحت جبت لها فنجان قهوه وقرعامه. لقيت عجوزتي رايحه وجايه لباب شومبرتي. قالت لي علاه دخلتيها لشومبرتك حاو قعديها في الشومبره تاع الضيوف. قلت لها لا مسكينه تحشم هذه وحده مضروبه وباباها ميت مسكينه وتسكن قدامنا. كنا حنا نحنوا عليها وكانوا غير الجيران اللي معيشينهم هي ويماها. وكي رحت لدارنا سقسيت عليها وما لقيتهاش. ايا لحقتني غير ثم دبرت قالب برك. المهم عاودت رجعت ليها. كل ما نجي نهضر معاها تبكي. ما قدرتش حتى نفرغ واش كاين في قلبي. بالكون كنا وحدنا كون قتلتها. قالت لي ما جيتش ندير لك المشاكل جيت نطلب منك السماح برك. قلت لها واش ينفع السماح درك دمرتي لي حياتي. قالت لي ما كيش كيما انا. قالت لي صرا فيا العجب. قلت لها واش درتي بذهب بلاله؟ قالت لي رحت عند واحد كنت نهضر معاه في تليفون وعقد عليا وعطيت له كامل هذوك الدراهم. قالت لي كرينا تقريبا 3 شهور ومن بعد دالي هذوك الدراهم وراح وخلاني. قلت لها مليحه فيك الله لا يرفد عليك. قالت لي والمشكله راه عندي طفله. خلاص هنا طاحت لي في الجرح.
قالت لي راني نطلب برا والحليب ما عنديش باش نشريه، غير حباب ربي راهم يحنوا عليا. قلت لها بنتك وين راهي؟ قالت لي راني مع واحده اخرى كي حالتي وخليت عندها بنتي. ما لقيتش كامل واش نقول لها، كامل هذاك الشيء وقسمت لي قلبي. قلت لها شوفي يا بنت الناس، انا ما عندي ما ندير لك، وبسببك وصلنا للسجن لهذه الحاله. جات نايضه قالت لي انا نقول لك سمحي لي وغدوه عند ربي تي حقك. جات رايحه قلت لها اصبري، رحت للخزانه وجبت لها 20,000 هذاك ما كان عندي، عطيتها لها وقلت لها هاكي كش ما تشري لهذيك الصغيره. عنقتني وزيرت عليا وبدات تقول لي سمحي لي تعيشي، انا حنونتك سمحي لي. كي جيت مخرجتها حتى سمعنا الحس برا كي شغل مدابزه، وسمعنا واحد يقول خرجوها ولا نقلب عليكم الدار. جات حميده تجري ومخلوعه قالت لي واحد راه يحوس على الطفله اللي جات عندك. قلت لها ايه هذا راه ولد خالها يخاف عليها، ويمينه خايفه. وملي هربت من الدار ما لقاتوش حتى اليوم باه راح تلاقاه. بدات تفيبري، انا خلاص ما عادتش تهمني، المهم نسلك روحي ربي سهل عليهم. المهم خرجت وناسي ما فاهمين والو، هو يقول لهم اختي انا نقول لهم بنت خالته. المهم ما تخلطت، هذا ربي وداها نورمال، جاء وداها في طاكسي. وانا رجعت لي عجوزتي بهدلتني وما خلاتليش، وقالت لي كنتي مصاحبه وحده كيما هذه. تلفت لي كامل الهضره وليت نتعقن، كل درك يقتلها مع الطريق. ليسونسيال رجعت للشومبره ورفدت التليفون وعيطت لزهيره، بهدلتها وقلت لها بهدلتوني. المهم خبرت لها قلت لها كاش جديد بعثي لي ميساج ما تعيطيليش. ليسونسيال مع العشاء بداو المعالي والشغات دايرين عليا جماعه وتبهدلت. تعشينا وكل واحد راح لشومبرتو. حكيت لمحمد كلش، سكت ما هضرش كي شغل ما عجبوش الحال. المهم لقى الميساج عندي، لقيته من عند زهيره قالت لي جا واحد الطاكسي بصح جا غير خوها، هي ما كانش وين داها. عاودت بعثت لها وقلت لها دبر لسانهم الله يسهل. المهم روحوا ليهم وقول لهم خطوني بجاه ربي خطوني. قلت لها هذه الخطره والله تصرى مشكل غير نرفد حوايجي وما تعرفونيش وين رحت. كاع هذاك الشيء والله لا بقيت نخمم عليها، غاضتني بنتها مسكينه. المهم واحد شويه جات حميده طبطب، فتحت عليها وقالت لي قولي لمحمد. قالك سيدي ارواح. راح لي محمد ورحت انايا نتصنت من مور الباب. قال له انت ماكش راجل، خاوت كامل قدروا يتحكموا في نساهم وانت ما قدرتش عليها. وهو غير ساكت. قال له كون راك من ذاك تزرقها كامل ما ديرش هكا. جاي يهضر معاه قال له اسكت خليني نكمل. قال له هذه المره مانيش رايح نفوتها لكم، وديجا في الاول قلت لك هذو ناس تاع مشاكل خطيك منهم. تعمرت ما قدرتش نسمع في واحد يعمر في راجلي عليا. عاودت رجعت للشومبره وجا محمد وعيني حمر من الزعاف. قلت له واش قال لك؟ قال لي والو وزعفان بزاف. كلميتو وسكت وزيرت على قلبي. المهم فاتو يامات. واحد النهار بت نتقلب مرضت وصبح طايحه فراش، وهذاك النهار كانت دالتي تاع العجين ومانيش قادره ميم با نوض. رحت لسلفتي الوسطانيه قلت لها راه تعيشي راني مريضه، اعجني في بلاصتي ونخلفها لك. قالت لي معليش مش مشكل. رحت للكوزينه وانا رجعت تكيت شويه حكاك ونسمع في عجوزتي تقول لها حطي من يدك، عندها شهر كرش راهي تمرض عليا، حطي وفوتي عيطي لها. جات مسكينه تخبرني. قلت لها سمعتني نايضه. نفط ومعصبه راسي. ومحمد كان هذاك وين جا من الخدمه، كان يبات ليله في ليكول وليلتين في الدار. المهم جا الصباح ودخل للكوزينه لقاني ميته شاده مع الحيط وندلك في هذاك العجين بالسيف. قال لي وش بيك؟ قلت له راني مريضه. وبديت نبكي، غاضتني روحي. قال لي حطي من يدك وفوتي ترقدي. جيت نقول له لا. قال لي قلت لك فوتي للشومبره. راح ليهم للحوش وقال لهم اللي قادره تجي تكمل العجين تجي، مرتي ما تخدمش راهي مريضه. بدا متقاوضين برا كل وحده دايره فم. وعجوزتي قالت له عمراتك راك مخلوع في سراقه. ويا نهار سمعت كلمه سراقه خلاص تبريزيت ما قدرتش نتحمل. ومن بعدها وليت حبك شغل نخرج ليهم. على هذه الكلمه ما بديتش نفرس سيبو، خرجت ليهم كيما راهم. قلت لها وعلاه نتوما كي راكم دايرين؟ حالة السراق خير منكم، ياك ملي جيت ليكم وانتوما الخبورات والمعاني، جيت ليكم الدود ياكل فيكم، لقيتكم الكاطو ما تعرفوش تخدموه. شكون تقبل بكم في هذا الجبل اللي راكم ساكنين فيه؟ سراقه وما تجيش ليكم. قال لي محمد دخلي وسكتي. قلت له ما ندخلش، عييت مليت اني كرهت. قلت له عجوزتي براسي يما ما راكي زايده ضربه لهنا، اليوم قشك والطريق اللي داتك تديك يا فاميلة سرارقه. قلت لها راني رايحه انا الكلبه اذا قعدت عندكم. رحت لشومبرتي وكملت قشي وقلت له درك تديني لدارنا. قال لي ما نخرجوش بلا سيدي. قلت له تديني يعني تديني، سينو ندق في روحي الموس ونديرها يا البنات. سيبون ولات حاجه ما تهمني خلاص. بديت
مشتهيه غير خبر زين ولا جماعه زينه في حياتي. قلت له سيدك يقول لي روحي ولا قعدي، هذا الدار ما نزيدش فيها دقيقه. راح مسكين جاب طوموبيل. محمد كان خايف على البيبي، يقول لك لا طونسيون تضربه ولا تضربها ووليدي يخرج كيما انا، وبدا يساعد فيا. المهم رحت حالتي لا حاله، ما خبرتهمش في الدار حتى نحطيت عليهم، وقلت لمحمد انت رجع للدار ومن بعد ربي يعمل لها حل. المهم احكي لباباك كلش وشوف واش يقول لك. وعيط لي، جات يما تهضر معايا، قلت لها لا اله الا الله، الحبس 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 يا يما ولا هما. قلت لها كرهولي حياتي. جات تقول لي ساعفي وكامل طرت عليها في وجهها. واش من مساعفه؟ ساعفي ساعفي ساعفي، ولا شكون يساعفني؟ علاه دايما انا اللي نتحمل القرارات والاوامر تاعكم؟ قالت لي كي يجي باباك وحضري معاه هكا. نحيت حجابي وخليت كابتي في الكولوار وقعدت نحكي لزهيره وحكيت لها كلش. المهم جا خويا الصغير سمعته يهضر مع يما، قال لها ما عندهاش عام بدات المشاكل ونخرج ليه. وليت انا ثاني ما نصبرش خلاص. قلت له اسمع ما تدخلش روحك دار بابا ونجي كيما يظهر لي. كي يقول لي بابا روحي نروح. جا بغى يضربني حتى حكمته يما. تخيلوا كامل هذه المشاكل وهذا النشايع وانا بالكرش. المهم كي جا بابا حسبني جيت وخلاص، وكي شاف الكابا فاق عيط لي قال لي ارواحي. قال لي واش كاين؟ قلت له ما قدرتش نعيش معاه مع بابا. قال لي ومع من تقدري تعيشي انت؟ طلعت عينيا وفيه، وكانت اول مره اللي نشوف فيه ملي صرات هذيك الضربه. قلت له عايروني بالسراقه. قال لي علاه غلطوا؟ كانت ليا كيما الضربه على القلب، وليت نتلقى ضربه مراختها وسيرته من عند الاهل. قلت له بابا من الاخر واش هو القرار تاعك؟ قال لي رجعي لدارك. ما خلانيش نفهمه، وما كانش اللي كان حاس بيا في هذيك الدار. مع كنت صغيره وما قدرتش نحمل هذا التعب. اللي نروح ليه ونحكي له يردني. في الليل عيطت لمحمد نسقسي فيه واش قال له باباه. حتى هو لقيته في حاله، ومن هضرته يبان باللي راهو مضرور بزاف، بصح ماهوش باغي يبين، خايف عليا. قال لي راهو يقول لي ما ترجعيش للدار. قلت له محمد على بالي ما نرجعش، بصح شوف لي حل. قال لي ليلى كيف نشوف لك حل؟ قال لي قولي لي واش ندير لك، ياك على بالك انا لا حول ولا قوه، شهريتي يا ربي تكفينا غير في الماكله. قلت له يفتح ربي. قلت له خليني نريح هذ اليومين، ولا ما صبناش حل نروحو نهملو. قال لي ريحي وساهل، بصح واش من ترياح؟ يومين كامل فاتهم دابزه يما مع بابا وخاوتي مع يما، والموضوع غير انا جيت نريح زعما، ومن غير زهيره اللي جايه في صفي، بصح ما تبينش خايفه خويا وبابا. ضربت لي فكره في راسي وعيطت لراجلي. قلت له محمد يا اخي ليكول اللي تخدم فيه نص الكلايس فارغين، وذراري تاع ذيك الابتدائي ما كانش بزاف، وكيما على بالي كامل يبغوك الثم كلهم بالك يعطونا كلاسه من هذوك القدم نشطروا رواحنا، لا بغا ما ناكلش. المهم من هنا قال لي خممت فيها. قال لي غدوه نقول له بالك على ربي. المهم غدوه من ذاك العشيه عيط لي، قال لي راني هضرت معاه وقال لي ارواح، بصح ما كانش اللي يجي عندكم وما كانش ضياف، مانيش باغين مشاكل. فرحت قلت له يا ودي هذه انا نشرطها. قال لي بصح البروبليم في سيدي. قلت له علاه؟ قال لي خبرته وقال لي الا رحت للثم ما تزيدش تدخل هنا عندي. قلت له واش قررت؟ قال لي والله ما على بالي. قلت له دبر راسك واش باغي نقول لك؟ قلت له حتى انا والله ما نرجع لهذيك البلاصه. قال لي شوفي المدير قال لي الجمعه روحوا سيقوا هذيك الكلاسه وجيبوا قشكم. قال لي منا للجمعه نخمم ونرد لك الخبر. حتى هو غادني الله غالب راه متحمل الخطا معايا تاع الباسي تاعي ليسونسيال. خبرتهم في الدار وكنت حاسبه يرفضوا الفكره تاع بنتهم تسكن في ليكول، بصح العكس كامل جاتهم نورمال ويستناو في الجمعه وقتها تلحق باه نروح. في هذيك السمانه كان رونديفو تاعي تاع الطبيبه ورايحه نشوف الجنس تاع المولود كيما يقولوا. رحت وحدي عند الطبيبه وخايفه وفرحانه، ما فهمت والو، المشاعر كامل تخلطولي. المهم وصلت عندها، هي تشوف وانا قلبي يخبط. قلت لي يا مدام ليلى بالبركه عليك، عندك طفله وراهي تبان ما شاء الله عليها والعلم لله. قلت لي بصح لازمك عنايه، وراكي تباني مذباله ومصفاره وما كيش تاكلي ولا طونسيون تاعك ماهيش مريقله. قلت لها في قلبي ما كيش داريه واش راني حاسه واش راني عايشه. المهم فرحت فرحه ما تتوصفش، عندي شحال ما سمعتش خبر رح مليح. اول واحد عيط له هو محمد راجلي، وعلى الفرحه قال لي انا ثاني قررت نروح نسكن في ليكول. المهم نتهناو. قلت الحمد لله يا ربي. رجعت للدار ميته بالفرحه، ومن الزوق خبرتهم وقلت لهم راني رايحه الجمعه الصباح. المهم بالجمعه بكرت
وجا محمد الداني، رحنا للحانوت وشرينا صوالح تاع السياق، ورحنا ليكول اخترنا كلاسة جابدة على جهة، خرجنا منها طوابل وسيقناها ونقيناها من الغبار. بقات في الماعن والصوالح تاع الكوزينة ما كانش اللي تفكرني ولا بغى يعاوني، قلت والله ما نحطني فيه. رحت بعد خاتم جاب لي 2 ملايين، ورحت شريت كلش فورنو، ليزارات تاع تواقي، ماعين، شريت بقرعة تاع الغاز، صوالح اللي خصوني كامل. وكي جيت رايحه نجيب قشي اللي عند ناسي ما بغاوش يمدوهولي بالسيف، حتى دخلوا فيها الجيران بالسيف بهديته، اديت كلش ورحت استقليت عليهم. حسيت بواحد الراحه، متامنوش ريسانكم، نطيب غير شويه وخطرات كامل ما نطيبش، يعطيوني من المطعم على خاطر الغاشي كامل عارف حالتنا. نظل راقده وزدت شريت التليفون من دوك القدم، خلاص ريحت منهم وليت واحد ما نرفدش عليه من غير ظاهره. كانوا واحد 2 أستاذات داسرتهم ثمهم وما شراو لي الصوالح تاع البيبي، امنو حتى عاودت رجعت كامل صحتي وما وليتش انا نروح لدارنا ومحمد ثاني حتى الحق نهار المشؤوم. كنت داخله في شهري السابع والدراري داو العطله، وواحد الخطره على 10 تاع الصباح جات الطوموبيل عند ليكول، وكنت نسيق حتى نشوف يما نازله مع بابا وكنتنا ساهره رافدين سواشيت تاع القضيان. قلت لمحمد روح قول لهم راهي راقده. قال لي لا نحشم. قال لي والله ما نقدر. قال لي معليش المدير ماهوش هنا وراهي العطله، باين يطلعوا عليك دقيقه ويروحوا. سكت. راح دخلهم وجاو عندي قعدتهم فوق الكراسات تاع ليكول. تبغوا الصح كامل ما قيمتهمش، نفرتهم خلاص، قاعدين يهضروا حتى سمعنا الطبطيب في الباب الكبير تاع ليكول يطبطبوا بالحجره. خرجنا كامل نتجاراو. تخيلوا شكون يا خواتاتي؟ عجوزتي طبطب وتهضر وتطيح، ما سمعناهاش واش راهي تقول. راح محمد فتح عليها بسقت عليه حاشاكم في وجهه وقالت له تفو عليك لا انت راجل، بالخف سيطرت عليك هي وماليها. هي ماليها تجيبهم وحنا قطعتنا ودزاتو. شفتوا اللي خالته صحته اللي يجي دزو، خلاتو طايح وجات للكلاسه وبديت انا نفيبري. دارت يديها في جنابها وبدات تعاير يا الجيعانين ويا السراقين، ويما تقولها يا الجهله يا الموسخين، وزهيره تسلك. وزادت عجوزتي بسقت على بابا والذراري طلعوا من الشباك. خلاص هنا خلاص طحت على ركايبيه وقلت لهم قيلوني باغيه نعيش وحدي، قيلوني خلوني ما نسحقكمش. ونعيط من كرشي وبديت نضرب في روحي بالصفعه بيديا للزوج ونقول ربي وعلاش يا ربي، انا واش درت يا ربي، انا واش درت حتى راني نقاسي ونخلص. انا ما قريت كي البنات، ما تزوجت كيفهم، ما حوست كيفهم، حتى نحس بحاجه كيما تريسيتي ضربتني من الفوق للتحت، طلعوا عينيا في السما وطحت. المهم داوني للسبيطار ونسمع غير في الفرمليات يقولوا تاع زياده. دخلوني للبلوك. بعد قريب 2 سوايع خرج لهم الطبيب وقال لهم عظم الله اجركم، المدام توفات والطفله راهي بخير عليها. انا زهيره يا خواتاتي، وانا اللي راني نكتب ونبكي. ماتت حماتي اللي سميتها في القصه ليلى، باسكو بنتها اللي سميناها ليلى. على بالكم علاه سميتها ليلى؟ هي كي كانت تجمع معايا كانت حاسه باللي تموت، وكيما تعرفوا كامل الحوامل يحسوا هذاك الاحساس. تقول لي يا زهيره اختي راني خايفه نموت، كي تزيد بنتي سميها ليلى وراهي عندك امانه، قريها وكي تكبر وتولي تعرف قولي لها يماك حنينه وما سرقتش وجامي حطت يدها على الحرام. علميها تصلي وخليها تكمل قرايتها وما تزوجيهاش فرصي يا اختي تعيشي، ومشي معها بالشرع والدين، وش يقول الدين طبقيه عليها. خلات لي بزاف ميساجات. ماتت وخلات الظلمه من موراها، ماتت والجميع اصبح ندمان على جالها، ماتت وخلات لنا قطعه منها تشبه لها الله يرحمها. الدين هذيك الطفله وسبحان الله كانت موصيه حتى راجلها، قالت له الى مت اعطيها لمرت خويا. ما نحكي لكمش على والديها وخوتها لحد الان مازالوا عايشين الصدمه، وخاصه زوجي تبدل 180 درجه، وهو اللي راهو مربي بنت اخته ومفضلها حتى على ولاده. اما ناسها مازالوا هكاك على حد علمي في عقليتهم، وراجلها راه بلا زواج لحد الساعه. انا رحلت انا وزوجي لبلديه اخرى خوفا على مستقبل الطفله، خايفينها تكبر وتعرف القصه ويأثر عليها. حاليا دخلت السنه الاولى. اما يمينه السبب تاع القصه قالوا كي سمعت بليلى بدات خفيفه وما هيش حاسيه روحها، ونص عقلها راح، وراهي هايمه من ولايه لاختها، وبنتها ثاني راهي عند خوالها يربيو فيها. لحقنا لهايه وهذه هي قصه
اخت زوجي الله يرحمها، كانت اجمل مخلوق في القصه، كانت حنينه بزاف وكانت تحوس تعيش غير بسلام فقط، ما كانت تحوس لا على دراهم لا على طوموبيلات، راحت وخلات غصه في قلوبنا. كانت اختي ولا مره جرحتني بكلام عيان. هذه هي الحكايه، حكيتها من مور حكايات بزاف باه نبين باللي ماشي كامل الصحابات كيف ما تامنوش كلش، وفي نفس الوقت حكيتها باه اللي عندها بنت ديرها صاحبتها ماشي بنتها، وتخليها تحكي لها كلش وتعلمها على الدين والشريعه. وحتى الرجال اللي راهم هنا، ما تزوجوش بناتكم ولا خواتاتكم من اجل كلام الناس. ما عنديش واش نقول اكثر من هيك، على بالي القصه توشات كل واحد منا في جانب معين، ولحقنا لنهايه الحكايه. وفي الاخير حبيت نقول لكم باللي عندنا صفحه رسميه تاع قناه حكاياتكم على الفيسبوك، ماذا بكم ديروا لنا جام، واللي حابه تشاركنا حكاياتها تتواصل معايا على الصفحه، تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف. اتهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في قصه اخرى، في امان الله.